يا اهلا بكل اللي بيسمعنا في فريق والفور بلايند. مبسوطين جدا ان احنا بنرجع نتكلم معاكم من وقت للتاني ونتكلم في حاجات ليها علاقة بكل شيء ليه علاقة بالتكنولوجي، وازاي الكفيف يقدر يستعملها وازاي يقدر يتعامل معاها. انا اسلام سعد، والنهاردة جاي اتكلم معاكم عن الايموشنز، الرموز التعبيرية، الايموجيز، اي حاجة عاوزين تقولوها، اي مسمى حابين تتعاملوا بيه. خلينا كده نتكلم فيه مع بعض النهاردة ونشوف ازاي نستعملها، ازاي نخلي بالنا ان احنا ما نعملش حاجات غلط. في كتير من المكفوفين ما بيحبوش ان هم يستعملوا الايموشنز او الايموجيز او ايا كان، بيخافوا، بيبقى الموضوع بالنسبة لهم صعب، حاسين ان ممكن اكون بعمل حاجة غلط، ممكن اكون مش عارف بتتعمل ازاي اصلا، هل هي بتفيد في البوستات بتاعتي، في الحاجات اللي انا بكتبها على السوشيال ميديا ولا لا، هل الموضوع مفيد، هل الموضوع مضر. تعالوا النهارده كده نتكلم مع بعض اكتر، وان شاء الله تكون سيشن مفيدة كده ونستفاد من بعض. اول حاجة تعالوا كده نبدأ كلامنا بايه هي اصلا الرموز التعبيرية والايموشنز. خلونا كده نقول ايموشنز هو ده المصطلح اللي هنستعمله طول السيشن عشان نوحد كده الكلام. مش عايز اقول لكم ان ده مصطلح صح، ومش عايز اقول ان الحاجات التانية غلط، لا، هي شوية مسميات احنا مش مهتمين خالص ان احنا نعرف كل واحد بيسميها ايه او كل ابلكيشن منهم بيسميها ايه، وكل حاجة ليها اختصاصها وهكذا. مش موضوعنا خالص، مش مهتمين اصلا بالفكرة دي اسمها ايه، المهم ان احنا فاهمين الفكرة. طيب، الايموشنز هي رموز تعبيرية بنقدر ان احنا نعبر بيها عن الشيء اللي عايزين نقوله. يعني مثلا انا عايز اقول لحد كل سنة وانت طيب، وبقوم حاطط له رمز تعبيري لتورتاية مثلا، لشمعة، لبالونة عيد ميلاد او بالونة مكتوب عليها هابي بيرث داي. دي رموز تعبيرية، رموز بنرمز بيها لشيء معين احنا عاوزين نقوله، بيقوي الفكرة اللي احنا عايزين نقولها. فده معناه ايه؟ ده معناه انه مش بيستبدل الكلام اللي احنا عايزين نقوله، لا، هو بيسبورت، بيدعم الفكرة اللي احنا عاوزين نقولها. انا عايز اقول لحد كل سنة وانت طيب، بقول له كل سنة وانت طيب، وبدعم كلامي ده بشوية رموز تدل على الحاجة اللي انا عايز اقولها له. لكن ان انا استبدلها خالص، ان انا اشيلها، لا، ده كلام مش مظبوط خالص، ده مش صح. على الرغم من ان هو شائع جدا 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 في السوشيال ميديا ان الناس تحط بس الرموز، ولكن ده مش المفروض يحصل. مش لدرجة ان انا احط رمز، يعني مش لدرجة ان انا مكسل حتى اكتب لك الشيء اللي انا عايز اقوله، او مش لدرجة ان انا مستعجل قوي للدرجة دي واحط لك الرمز بس واجري. اكيد ده مش صح يعني. فانا عايز اقول لحد هابي بيرث داي، عيد ميلاد سعيد، اي كل سنة وانت طيب، ايا كان، ما فيش اي مشكله خالص، خش اقول له كده. لكن تخش تحط لي في الكومنت مثلا شويه تورت وشويه شمع وتمشي، ما بتبقاش الطف حاجه. طيب، ده كان يعني مقدمه سريعه كده إيه الموضوع. طيب، اول حاجه تعالوا نتفق كده ان الرموز التعبيريه مفيده، حلوه، حاجه مش وحشه، مش حاجه مضره، مش حاجه غلط. فلو انت عندك الفكره ان دي شيء وحش او ان ده شيء مش لطيف او كذا او كذا، لا، الفكره دي مش صح او مش دقيقة، لان الناس كتير قوي بتستعملها ومبسوطة منها وشايفة انها بتقدم لها قيمة ما كانتش موجودة قبل كده. انا عايز اعبر لك عن غضبي، ممكن جدا الرسالة المكتوبة ما تعبرش بالظبط عن اللي انا عايز اقوله. يعني انا وارد جدا اكون بقول لك يا راجل وانا مبسوط، واجي اقول لك يا راجل، يا راجل عيب، ده معناه ان انا بعاتبك. فالرسالة المكتوبة انت هتقول يا راجل الاتنين زي بعض بالظبط، يه الف سبيس مسافة راجل، لكن هو مش هيقدر يحدد شعورك انت ايه، بتقولها له كعتاب، بتقولها له كلوم، او بتقولها له كان انت مبهور من اللي هو قاله ده، بتقولها له ككذا، يعني ايا كان الشعور ما بيبقاش باين في الكتاب. فبنقوم حاطين ايه، بنقوم حاطين رمز تعبير. فهنا بقى بيجي دور الرمز التعبيري الصح، مش الرمز التعبيري وخلاص. عشان كده محتاجين نركز جدا ونشوف ايه هو الرمز اللي بنستعمله لما نيجي يبقى عندنا كلمة معينة او شيء معين عاوزين نقوله. فلو انا عايز مثلا اعبر عن فرحة، او ان انا مبسوط من شيء معين، او ان انا الموضوع ده على هوايا، بختار الرمز اللي يناسبه. هل ده معناه ان انا اروح اختار وخلاص؟ يعني مثلا انا لقيت واحد بيضحك فده معناه ان انا كده فرحان؟ لا،
مش كل الرموز اللي فيها حد بيضحك هي رموز صحيحة. مش كل الرموز اللي فيها حاجة مفرحة الناطق قالك إن ده رمز في شيء مفرح ده معناه إنه مناسب. هنتكلم في التفاصيل أكتر، ولكن خلونا بس دي كانت يعني بشكل مبدئي كده يا جماعة. الرمز التعبيري بتاعك بيتحط عشان يدعم الفكرة بتاعتك ومش عشان يستبدلها. الحاجة التانية، الرمز التعبيري بتاعك المفروض يكون ملائم للي انت بتقوله، ما ينفعش يبقى لمجرد ان انا حطيت رموز. يعني ما ينفعش اجي اقول للواحد مثلا البقاء لله ربنا يا رب يجعلها اخر الاحزان وحاطط له وش بيضحك او وش مبتسم، او حاطط له مثلا بالونه. اكيد مش منطقي خالص. ما ينفعش ان انا اقول للواحد هابي بيرث داي او عيد ميلاد سعيد كل سنه وانت طيب وحاطط له مثلا صوره مثلا واحد بيعيط، او الايموشن بتاع حد دموع وحاجات وزعل وهكذا. فلازم نخلي بالنا جدا. هل ده معناه ان انا بقول لكم ما تستعملوش الايموشنز؟ لا خالص، بالعكس استعملها وجرب واغلط، مفيش مشكلة. ولكن اما تبدأ تستعملها استعملها وانت عارف هتعمل بيها ايه. الحاجة اللي بعد كده هي ان انا استعمل الرموز التعبيرية المناسبة للثقافة أو للشخص اللي أنا بتكلم معاه. يعني مش كل البنات هينفع أبعت لهم قلب أحمر لو أنا ولد، على أساس إن أنا عاجبني اللي هم قالوه. يعني مثلا هنلاحظ إن قلب أحمر دي تدل على الإعجاب، تدل على المعاكسة شوية، تدل على الحب، تدل على حاجات كتير أوي في الثقافة بتاعتنا إحنا مثلا كعرب. القلب الأحمر ده يعني مش صح إن إحنا نبعته لكل البنات، مش أي حد أبعته له. على الرغم من في ثقافات أخرى ده عادي جدا. يعني هو أصلا مش بيدل على النقطة دي أساسا. فنخلي بالنا من النقطة بتاعت إيه اللي نستعمله وإيه اللي ما نستعملوش اعتمادا على الشخص المستلم مش المرسل. يعني أنت اللي بتبعت براحتك، ابعت اللي أنت عايزه، ولكن أنت اللي محتاج تخلي بالك، مش الشخص اللي قدامك هو اللي محتاج يخلي باله. ف يعني بما إن ده أمر بديهي وإحنا عارفين إن المرسل هو اللي محتاج يخلي باله، فكان لازم ان انا اجي اقول لك خلي بالك من الحتة دي. طيب، حاجة تانية، هتيجي تلاحظ ان في ايموشن اسمه face of tears of joy مثلا، او اللي هو وجه بالدموع فرح، حاجات كده الناطق بيقولها بشكل غريب. المهم يا جماعة الايموشن ده معناه انك بتضحك على شيء هو قاله، مش ان انت مبسوط. يعني ايه؟ يعني اما اجي اقول لك تصدق محمد جالي امبارح، فانت تقوم باعت لي الايموشن ده معناه انك بتضحك على اللي انا قلته. انت مستغربه او يعني مبسوط منه، او ياه يعني بتضحك على اللي انا قلته، مش معناه انه مبسوط ان جالي، لا انت بتضحك على اللي انا قلته. فخلي بالكم مش دايما الناطق هيقول الرمز بالشكل اللي يفهمك تستعمله امتى. فده محتاج منك قاعدة كده، محتاج منك تفهم انت بتستعمل الايموشن بتاعك ازاي وبتستعمله في انهي حتة. طيب، انا amused face، او اللي هو وش يعني مش مبسوط او عليه هجوم او كده، ده مش معناه ان انا متضايق. لا عادي، ممكن ده معناه ان الحاجة اللي انت قلتها ما فرحتنيش ما ضحكتنيش، يعني عادي. فخلي بالك الحاجات بيبقى ليها اكتر من موقع وليها اكتر من استخدام. وارد جدا ان يبقى الشخص اللي قدامك يفهمها بشكل وانت تقصدها بشكل تاني. فخليك دايما ريليفنت، يعني خليك دايما متصل او على نفس السياق مع الشخص اللي قدامك. دايما حط في دماغك الشخص اللي هيستقبل الحاجة اللي انت بتعملها مش العكس. مش انت شايفها ازاي، لا هو هيستقبلها ازاي. طيب، الحاجة اللي بعد كده الإفراط بقى في إن إحنا نستخدم الرموز. تلاقي واحد عامل لك إزاي أنا مبسوط جدا، وعامل لك سطرين ثلاثة إيموشنز، حاجات ملهاش علاقة ببعض، كلها انبساط ولكن ملهمش علاقة ببعض. يعني أنت مبسوط جدا، ماشي أنا موافق، ولكن حاطط لي بلالين، وحاطط لي واحد بيضحك، وحاطط لي ألعاب نارية، وحاطط لي كلها حاجات بتاعت انبساط بس ملهاش علاقة ببعض خالص. ملهاش علاقة، مش راكبين مع بعض، مش صح إن هم يتحطوا هنا. ده إلى جانب إن في جزء بقى إحنا كمكفوفين محتاجين نخلي بالنا منه. إيه هو؟ إن حضرتك لما بتعمل رموز كتير، إيه اللي بيحصل؟ بيبتدي يتكون صورة معينة للبوست للمبصر اللي هيقراه. يعني أنا مثلا سطر، وبعد كده سطر فيه رموز تعبيرية نصه، وبعد كده فيه كلمتين، وبعد كده نص السطر فيه رموز تعبيرية تاني، وبعد كده السطر اللي تحتيه فيه ربعه، وبعد كده السطر اللي تحتيه فيه تلت، نص.
طب ما انت مش منظم كده، انت مخلي شكل البوست نفسه مش متظبط. فالمبصرين بيعرفوا يظبطوا الحكاية دي ليه؟ يعني في ناس مبصرين بيعرفوا يرسموا فانوس بالايموشنز، ان هو يقول لك كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير، وان شاء الله رمضان اللي جاي يكون ويكون ويكون ويكون، وحاجات كتير قوي، بوست طويل عريض. وبعد كده يبتدي يحط ايموشنز يرسم بيها شكل فانوس في الاسطر اللي تحت بعض ده عشان هو شايف. فالبوست يعجب الناس قوي ليه؟ شكل فانوس معمول بالايموشنز وكلام مكتوب وهكذا. احنا بقى كمكفوفين الموضوع بالنسبة لنا بيكون مختلف، بيخلي الايموشنز بتاعتي مش متظبطة، بيخليني انا ايه، excessive use، يعني بستعملها بايه، بغزارة او بشكل اكتر من اللازم، وده مش صح. فعاوزين نخلي بالنا من فكرة ان كتر استخدام الايموشنز في بوست واحد من غير ما يكونوا في مكانهم بيخلي البوست يبقى فيه مشاكل اكتر من ان هو يبقى حلو للناس. طيب، هل ده معناه بقى ان انا لازم استعمل ايموشنز؟ لا، ده بيقول لك ان في حالات ما ينفعش تستعمل فيها ايموشنز اصلا. زي ايه بقى؟ زي مثلا لو انت في ايميلات رسمية مثلا، او بتكتب حاجة مهمة ضرورية، حاجة خبر معين مش المفروض ان يبقى فيه ايموشنز. حاجات الرسميات كلها ما فيهاش ايموشنز اصلا، ولا ان كان على الايميل او في اي حتة. طيب، كمان لو بوست عزا مثلا، لو انت بتعزي واحد صاحبك، حتى لو انت حاطط ايموشن حزين، لا يفضل ان انت تحط ايموشنز اصلا. انت بتقول له البقاء لله وربنا يجعلها اخر الاحزان وبس كده. لا يفضل انك تحط ايموشنز في البوستات بتاعت التعزية او الحاجات الحزينة او كذا. يعني صورة الحزن هي مش هتبان من الايموشن، لا هو عايز يعرفها منك انت، من الكلام اللي هتقوله. الدعم اما بتقول له البقاء لله وبتعزيه، هو بيحتاج الدعم ده منك انت، مش من الايموشن، مش من الصورة اللي انت حاططها، مش من الايموشنز اللي انت بتحطها على البوست بتاعك. فده من الحاجات المهمة جدا اللي محتاجين نخلي بالنا منها. طيب، بقالنا فترة بنتكلم في العمل الحر والكورس بتاع العمل الحر اللي عملناه في الفريق، وازاي تجيب فلوس اونلاين، موجود على القناة، ممكن تبصوا عليه. لو انت بقى شغال في المواقع بتاعت العمل الحر ديت، يفضل ان انت ما تستعملش الايموشنز خالص خالص. هناك ملاش اي لازمه، هناك خالص الموضوع هناك بروفيشنال قوي، الموضوع هناك كله بيزنس وشغل وفلوس، فمش المفروض خالص انك تحط ايموشنز ولا انك تستعمل الكلام ده خالص هناك. زي ما قلنا احنا مش محتاجين خالص ان احنا نغلس على اللي بيقرا، مش محتاجين خالص ان احنا نضايقه. علشان كده بنخلي بالنا جدا من الايموشن اللي بنستعمله. وده هيخلينا نروح لنقطة تانية، وهي ليه الناس أصلا ابتدت تحب الموضوع؟ ليه الموضوع بقى شائع جدا؟ ليه الناس بتستعملها كتير؟ يعني لو هي فيها شوية عيوب، أو لو فيها مثلا حاجات مش المفروض نستعملها فيها، أو مش المفروض نستعملها كتير، أمال ليه الموضوع انتشر أوي كده؟ أقول لك يا سيدي، لأن أنت من خلال الإيموشنز تقدر تختصر الكلام. مش بقول لك استبدل الكلام بإيموشنز، ولكن بقول لك تقدر تختصر الكلام. يعني اما اجي عايز اقول لك مثلا كل سنه وانت طيب وعيد ميلاد سعيد، وربنا يا رب يجعل العيد ميلاد الجاي وي وي، واقعد اكتب لك كلام كتير قوي. ولكن انا اقدر اقول لك كل سنه وانت طيب واحط لك شويه اعياد ميلاد وبلالين وحاجات. فانا هنا اختصرت الكلام شويه كده، المحادثات بقت اسرع. الناس دلوقتي ما بقتش قادره على فكره البطء، الناس بقت حابة الحاجات السريعة جدا. الفيديوهات القصيرة بقت هي الأكتر حاجة الناس بتحبها. ما بقاش حد عنده طاقة في الجيل بتاعنا دلوقتي ده إنه يقعد يسمع حاجات كتير، أو إنه يقعد يقرأ حاجات كتير، أو أي حاجة تبقى طويلة. فده بيخلي الناس تدور دايما على أي حاجة تسرع اللي هما بيعملوه. أي شيء يسرع اللي أنا بعمله أنا بعمله. هستفاد من السرعة دي أو مش هستفاد، مهم إن أسرع. فكرة إن أسرع الشيء بقى أمر شائع جدا، وبقى هو الشيء اللي الناس كلها بتعمله دلوقتي. علشان كده بنقول لو قدرت إن أنت تستخدم الإيموشنز في إن أنت تقلل من الكتابة، مفيش أي مشكلة. ولكن ده مش معناه إن أنا بقول لك استبدل. علشان كده محتاجين نخلي بالنا من النقطة دي جدا. أنا مش بستبدل، ولكن أنا بحاول أقلل إن هو بدل ما يقرأ 10 سطور، بدل ما يقرأ 12 سطر، يرجع يقرأ سطرين بس، ومع شوية ايموشنز هيفهم كل اللي أنا عايز أقوله.
ايه الحاجة التانية بقى اللي الناس بتستعمل عشانها الايموشنز ومهمة جدا؟ هي بتكسر الحاجز بتاع العين، بتاع ان انت بتقرا مثلا بص طويل جدا مثلا 10 12 20 سطر، فلو هو ما فيهوش رموز تعبيرية، ما فيهوش ايموشنز، عينك هتوجعك. مفيش كسر للحاجز بتاع الكلام. انك تبص للشاشة فترة طويلة وباصص على نفس الشيء هو هو، وعمال تركز في الكلام الصغير انك تعرفه، بس ده شيء مرهق شوية للعين. فوجود الرموز دي بيخليك تبتدي تبص، تتفاعل. مثلا اما اجي اقول لك حاجة كوميدية واحط لك جنبها رمز، يعني اوتوماتيك كده تبتدي البسمة تترسم على وشك. لو الحاجة طبعا مفيدة ليك، او لو الحاجة بتبسطك، او الحاجه اثارت اهتمامك، او بتخليك تضحك فعلا، فهتبتدي تبتسم. وارد جدا ان حد يكون عمال يضحك ويقول كلام ويبتسم وكل حاجه وانت ولا في الدماغ. ده عادي جدا، لان مش كل الناس تضحك على نفس الحاجات زي بعض. فده طبيعي يعني ومعروف. لكن انا بكلمك هنا لو الحاجه اثارت اهتمامك وهتضحك، اما بحط لك رمز تعبيري، انت بتبتدي ده يولد عندك الشعور انك عايز تضحك فعلا، لان انت فاهم ان الرمز ده رمز ضحك. تخيل انا بقول لك حاجه مضحكه وكمان ببعت لك رمز ضحك، فانت متخيلني وانا بضحك، فعمال تضحك انت كمان، وهكذا. فده شيء مهم جدا، اللي هي كسر الحاجز بتاع العين، او الملل او التعب بتاع العين من القرايه، ان يبقى فيه ايموشنز كده وحاجات تبص عليها وبعدين ترجع تكمل قرايه تاني. فده سبب كمان بيخلي الناس تستعمل الايموشنز جدا يعني. في اسباب تانية ان الايموشنز يا جماعة لغة عالمية. يعني مش محتاج ان انت تكون بتفهم اسباني عشان تعرف الايموشنز، ولا محتاج انك تكون شاطر في الايطالي عشان تعرف ايموشنز، ولا اي حاجة خالص. هي لغة عالمية كل الناس فاهماها وكل الناس عارفاها. ما فيش حد معين محتاج يبقى عارف حاجة معينة علشان يعرف يستعمل الايموشنز. بتكسر الحواجز اللي بين الشعوب والثقافات. انا ما هعمل صورة واحد بيضحك او واحد زعلان، واحد مبسوط او واحد مصدوم، كل الثقافات هتفهم الكلام ده كويس. فده بيخلي الناس تقدر تتواصل مع بعض بشكل افضل، وبالذات لو هما مش من نفس الثقافة او مش من نفس البلد او مش من نفس اللغة حتى. اللي بعد كده هي ان الرموز التعبيريه بتحمس الدنيا كده شويه. يعني مثلا لو انا عندي مطعم وبقول ان هكمل عروض ال 100 جنيه وسبتها كده، مش اللي هي، لكن لما احط علامه ولع كده وحاجات فاير، يعني بقى ان الموضوع سخن بقى والدنيا على اخرها، اللي هو مثلا احتفالات وحاجات، الموضوع بيبقى محمس اكتر، بيبقى مدي لمسه كده. الرموز بتدي فعلا لمسة يا جماعة للبوستات، وبتخلي الناس قادرة إنها تتفاعل مع الحاجات اللي أنت بتعملها بشكل مفهوم. هو فاهم أنت عاوز توصل أنهي رسالة بمجرد إنك اتكلمت وكتبت شوية حاجات وحطيت لها شوية رموز تعبيرية. طيب، كلنا عارفين بقى إزاي نستعمل الإيموشنز ولا لأ؟ تعالوا كده نتكلم بالراحة كده. كده كده في الموبايل أنت بتلاقي زي زرار كده اسمه ايموجيز، اسمه ايموشنز، رياكشنز، ايا كان بقى اسمه ايه، تفاعلات، رموز تعبيرية، ايا كان الاسم اللي متسمي على حسب البرنامج اللي انت فيه. ولكن الناس بتوع اللاب او الناس اللي بيستعملوا الكمبيوتر، هل هم ما عندهمش؟ لا، عندهم. انا عايز اقول لك ان انت لو دوست ويندوز بلس مثلا، هيفتح لك شوية ايموجيز، او مش كتير قوي يعني، ولكن موجودين. كمان في انك تعمل كوبي لاهم الايموشنز اللي انت بتستعملها كتير وتحطهم في نوت باد، ولما تعوز واحد منهم تروح تجيبه. على فكرة ده حل. طيب، مش احنا اتكلمنا من شوية على الايموشنز اللي انا ككفيف وارد جدا ان ابقى فاهمه بطريقة وهو بيدل على حاجة تانية؟ يعني وجه مع ابتسامة بسيطة. ابتسامة بسيطة ده مش بالنسبة لنا، يعني بالنسبة لنا احنا فاهمينه ان هو واحد بيبتسم بس مش قوي. لا، هو هناك بيدل على ان انا مش مبسوط قوي، يعني اللي هو ايه، ابتسامة اللي هي بتاعت ان انا مش عايز ابتسم، بس يعني اللي هو ببتسم لك كده، اللي هو ايه، في جوايا حاجة يعني. يعني مش معنى ان الابتسامة بسيطة ان هو كده مبسوط، لا خالص. ف طب نحل المعضلة دي ازاي، او نتعامل مع الحكاية دي ازاي؟ في ويب سايت اسمه ايموجيبيديا، emojipedia.org. الويب سايت ده رائع، تقدر من خلاله انك تبحث عن الايموشنز وتعمل لها كوبي، وتقدر تبحث عن كل ايموشن وتعرف المعنى بتاعه ايه.
ده بيتكلم عن ايه؟ الوصف التفصيلي ليه وبيستعمل امتى. وكمان لبتوع البرمجة تقدر تعرف اليونيكود وتضاف امتى، وتقدر تعرف حاجات كتير قوي تقنية عن الايموشن. فأنصحكم جدا ان انتوا تجربوا ايموجيبيديا. لو انتوا لسه جداد في موضوع الايموشنز ومش عارفين بتستعملوها ازاي، موقع ايموجيبيديا هيساعدكم جدا وهيريحكم في حتة الشرح. طيب، عندنا في الموبايل شوية كيبوردات وشوية حاجات تساعدنا. الكيبورد اللي هي لوحة المكفوفين أو اللوحة اللي هي المكفوفين بيستعملوها ساعات. يعني هي منتشرة، ولكن لوحة جوجل بعد ما اتطورت قوي وبقت كويسة، ناس كتير خلاص ابتدت تستعملها وما تعتمدش على لوحة المكفوفين. ولكن لوحة المكفوفين سرية جدا بالايموشنز ومنظماهم بشكل قوي جدا. احنا مش هنشرح هنا هي متنظمة ازاي ولا معمول فيها ايه، ولا احنا هنشرح اي حاجة خالص. احنا بس عاوزين نقول لك ان اللوحة بتاعت المكفوفين فيها ايموشنز، وفيها ايموشنز كتير ومتنظمة جدا. لوحة جوجل كمان في الحتة اللي فوق بتاعت اللي هي انك تكتب بالصوت او الادوات او كذا، هتلاقي فيه جزء خاص بالايموشنز وانك تفتحه منه. في بعض الاماكن بتفتح الايموشنز عن طريق انك تفضل دايس على الكوما فترة طويلة، يعني تقف على الكوما او الفاصلة. في لوح تانية لما تدوس على السبيس دوسة طويلة. فهي يعني بتختلف من مكان للتاني. عشان كده انا ما شرحتش حاجة معينة وما قلتش حتة محددة، ما استعرضتش شيء معين، ولكن كل حاجة انت بتستعملها هيبقى ليها نظامها وليها شكلها. المهم عندي ان انت ولا تستعملها غلط، ولا يبان عليك ان انت مش فاهم ولا مش شايف فحاطط حاجات عشوائية، ولا كمان يبان عليك ان انت مش عارف حاجة فبتحط ايموشنز وخلاص، عشان قال يعني انت كده بتحط في البوست بتاعك ايموشنز والواد رهيب. لا، ولا عايزين كده ولا احنا عايزين كده. احنا عايزين ايه؟ عايزين نعمل الحاجة زينا زي الناس العادية، وبالذات كمان ان احنا نقدر نعمل ده من غير مشكلة ونستعملها صح ومظبوط ونحطها في مكانها. اولا ده هيفيدنا كتير جدا. معظمنا بيشتغل في الماركتينج وبيكتب بوستات على فيسبوك وهكذا. الايموشنز دي بتساعد جدا في الماركتينج. بتخلي التفاعل كبير على البوست، بتخلي الناس مبسوطة من قراية البوست، يعني شايفاه بشكل مختلف عن الكتابة العادية البلين تكست اللي هو العادي خالص او النص العادي خالص. فالايموشنز بتخلي في روح كده في النص وفي حاجة حلوة تخلي الناس مبسوطة منها. طبعا عندي طريقة تانية إن أنا أستعمل لوحة الإيموشنز بتاعت الويندوز دي عن طريق زرار ويندوز و السيمي كولن أو حرف الكاف. دي بتجيب لي الإيموشنز الشائعة فقط، الإيموشنز اللي يعني إيه الناس كتير بتستعملها. ميزة الحركة دي إيه بقى؟ إن ملهاش علاقة أنت بتستخدم أنهي برنامج وأنهي تطبيق وده مزاياه إيه وده عيوبه إيه، ملهاش علاقة. هي أنت بتدوس ويندوز وكاف بتبتدي تجيب لك لوحة فيها شوية ايموشنز اللي هم شائعين، ناس كتير بتستعملهم، وبتشتغل مع أي تطبيق. ملهاش علاقة بقى أنت مشغلها فين ولا إزاي ولا ليه. هي دوست تجيب لك الايموشنز، تدوس عليها اخترتها خلاص اتحطت، وهكذا. فدي برضو طريقة كمان نقدر نستعمل بيها الايموشنز، وممكن تكون مفيدة لبعض الناس على اللابتوب كمبيوتر. احنا كمكفوفين عندنا شوية تحديات ليها علاقة بالايموشنز، اتكلمنا في حاجات منهم ولكن خليني ألخصهم لك تاني. أول حاجة إن وارد جدا إن الايموشن بتاعنا ما يبقاش موصوف مظبوط. هو يبقى قايل لك حاجة ولكن الصورة اللي المبصر بيشوفها حاجة تانية. فلازم تخلي بالك من الحكاية دي. آه مثلا لما تيجي تختار وش بيضحك بس الوش ده أخضر، وش أحمر، قلب أحمر وقلب أخضر وقلب أصفر وقلب أسود، كل لون بيختلف والناس بتشوفه بشكل مختلف وعلى حسب ثقافة اللي قدامك. يعني لما تبعت قلب أحمر، إحنا عندنا كعرب وهكذا ده بيدل على الحب وحاجات ليها علاقة بمعاكسات وكده. لكن لما تيجي تبعت لأجانب القلب الأحمر ده حاجة عادية جدا. فأنت تخلي بالك. القلب الأصفر عندنا مثلا ليه علاقة بإن هو حاجات ليها علاقة بالغيرة مثلا، أو حاجات شبه كده وهكذا. يعني نخلي بالنا جدا من احنا بنستعمل انهي ايموشن، لان ده تحدي كبير جدا. طيب اعرف ازاي؟ اتفقنا ان احنا بندخل على ايموجيبيديا ونعرف وصف الايموشن لينا. انت كده كده مش هتحتاج كل لما تيجي تكتب بوست تخش تشوف الايموشن، ولكن على الاقل اصل في ايموشنز انت بتستعملها كل يوم وكل شويه وطول الوقت. فانت لو اديت نفسك المساحه ودخلت بصيت على شويه وفهمتهم اللي هم محيرين شويه اللي فيهم شويه مشاكل،
شويه اللي هم مش واضحين، هم دول بس اللي انت هتحتاج تبص عليهم. ده التحدي الاولاني. التحدي التاني هو ان انت تحط الايموشنز في المكان الغلط جوه البوست. يعني ايه؟ يعني في نص السطر ولا في الاواخر، ولا الايموشن يعني مثلا تخيل السطر خلص عند الكلمه معينه، وبعد كده السطر الجديد بدأ بشويه ايموشنز، فما بقاش الموضوع ايه، مظبوط. فده تحدي برضو انت محتاج ايه، تخلي بالك منه لو انت عايز تعملها مظبوط قوي يعني. ولكن لو ما عملتهاش على فكرة عادي يعني، مش بقول لك ان ده غلط، ولكن لو انت عايز تعمل الصح، الصح ان الايموشنز بتاعتك تبقى في مكان مظبوط. طيب ايه التحدي التالت؟ التحدي التالت هو ان انت تحط بقى ايموشنز زيادة عن اللازم. آه بص، في فرق بين ان انت تقول لي هابي بيرث داي وتحط لي 3 4 تورت وخمس شمعات، وفرق بين انك تحط لي سطر تورت وسطر شمع وسطر بلالين وسطر ما هو الايموشنز دي خانة، باللغة بتاعتنا في البرايل خانة، مكان. فانت عمال تزود تزود تزود، ففي سطور كاملة اتعملت ايموشنز، فده مش صح. فلازم تخلي بالك من التحدي ده كمان. يعني احنا حاولنا كفريق ان احنا نتكلم في حاجه ما حدش اتكلم فيها قبل كده، في حته الايموشنز، لان هي ليها شريحه كبيره قوي بيستعملها، واحنا كمكفوفين كتير بنستعملها جدا جدا يعني، في مكفوفين كتير قوي بيستعملوها. ولكن احنا قلنا ان احنا نتكلم بشكل منظم اكتر، نتكلم معاك اكتر، نعرفك ايه اللي ممكن تعمله، ايه الغلطات اللي الناس تقع فيها، وايه الحاجات اللي محتاجين نخلي بالنا منها. عاوزين بس قبل ما ننهي نلعب لعبة صغيرة كده جت في دماغنا كفريق، وحبينا ان احنا نتكلم معاكم فيها. تفتكروا لو احنا عاوزين نعمل ايموشنز بالبريل، يعني نبتدي ندخل الرموز التعبيرية في البرايل، تفتكروا ايه الرموز اللي ممكن تكون ليها نقط عندنا، او نعملها ازاي؟ لو حد جه في دماغه فكرة، او حس ان انه عايز يلعب معانا اللعبة دي، يعني سيب لنا تعليق او بعت لنا رسالة قول لنا انت بتفكر في ايه، لان الموضوع ده يعني اتطرح عندنا في الفريق واختلفنا فيه شوية. فلو حد حابب ان هو يشارك معانا ويقول رأيه هينورنا طبعا. اتبسطت جدا ان كنت معاكم، ولو انت وصلت لحد هنا وسمعتني لحد اللحظة دي فده شيء يشرفني جدا. يعني ما تنسوش تكلموا اصحابكم عننا وعرفوهم احنا مين وبنعمل ايه. لو انتم متابعين شغلنا وعارفين ان احنا بنعمل حاجة مفيدة وممكن تكون اضافة لحد، يا ريت تتكلموا عننا وتعرفوا الناس عننا اكتر. شكرا جزيلا، انا كنت اسلام سعد معاكم، وان شاء الله اشوفكم في